علاش ما قدرتيش تنجح في داك الشيء اللي باغي ديرو وتنجح في حياتك؟ الا كان كيهمك الموضوع وباغي دير شي حاجه في حياتك فكمل الفيديو حتى الاخر. انا من الصغر ديالي كنشوف الناس الناجحين حياتهم بحال ايلون ماسك، كريستيانو رونالدو، والقائمه طويله. قريت في واحد الكتاب هاد الجمله: كثير من ابطال التاريخ كانوا اشخاص عاديين بقدرات عاديه لكنهم وجدوا في الوقت والمكان المناسب. انا فين عرفت باللي النجاح ديال 1999 والنجاح ديال 2008 والنجاح ديال 2026 كاين واحد الفراق بيناتهم بزاف. غادي نبداو بالنجاح ديال 1999. تما في ديك الساعه بالضبط فين بدا النجاح ديال ايلون ماسك. علاش هو نجح في ديك الوقيته وانا ما نقدرش ننجح في 2026؟ اولا هو كان متواجد في المكان المناسب اللي هي امريكا، تما فين باع الشركة ديالو زيب 2 سنة 1995. وديك الشركة كانت كتساعد الصحافة على إنشاء مواقع الإلكترونية، باعها في ديك الوقيته 300 مليون دولار. تما فين بدا الشركة ديالو الغنية عن التعريف بحال باي بال وتسلا. تاني حاجة اللي خلات ايلون ماسك يكون طوب في ديك الوقيته اللي هي المنافسة في ديك الوقيته كانت قليلة بزاف. ثالث حاجة ايلون ماسك راه ماشي انسان عادي، راه كيعبد شي حاجة سميتها الخدمة. راه كيخدم ما بين 16 ساعة حتى 18 ساعة يوميا، وعنده واحد الحاجة اللي مهمة بزاف هي لا ديسيبلين. ودابا غادي نمشيو لكريستيانو رونالدو. انا عطيت لكم مثال بواحد رجل اعمال ناجح وواحد رياضي باش في اي مجال راك فيه غادي تعطي اللي عندك. والنجاح ديال كريستيانو رونالدو في 2003 من تعاقد مع النادي ديال مانشستر يونايتد، اما فين بدا كريستيانو رونالدو المسيره ديالو. والنجاح ليه طبعا غادي يكون في اوروبا، واحد رجل اعمال نجح في امريكا وواحد رياضي نجح في اوروبا. دابا غادي نهضروا على الشخص الثالث اللي هو نتايا. نتايا خويا ولا اختي، الفقر والميزيريا وعايش في المغرب. كيفاش غادي تنجح حتى انت في المغرب وغادي دير الفلوس؟ اولا غادي نقسموا الشباب 3 ديال الفئات. اول فئه غادي نسميو لها اكس. الفئه الاولى هي اللي بغى تقرا باش تشد دبلوم وتمشي تخدم، سواء طبيب ولا مهندس ولا استاذ، وكيكون الريسك باش تنجح وتوظف هو 60%. وكاين الفئه الثانيه هما الشباب اللي باغيين يوصلوا في الرياضة، سواء كان بوكس او لا كرة او لا اي حاجة، والريسك كيكون 80%. وكاين الفئة الثالثة هما صحاب الانترنت اللي باغيين يديروا الفلوس بالانترنت، سواء كان صناعة المحتوى او لا كوميرس والقائمة طويلة، والريسك كيكون 20%. والفئة اكس اللي ذكرناها هي الناس اللي كتنعس حتى 10 وكتفيق تقول لك باغي نمشي للغربة. بغيتو نشرح لكم كل فئة من هذا النوع اللي ذكرت لكم كتبوها لي في الكومنتيرات، وانا غادي ندير الفيديو على اي حاجة ذكرتوها لي في الكومنتيرات وغادي نشرح لكم بلي ديتاي. ودابا ما عليا غير نقول لكم stay hard.